رغم تبقي أيام قليلة على انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، إلا أن المباراة التأهيلية في الملحق الأفريقي التي لعبت بين منتخب الجزائر والكاميرون في 29 من مارس آذار الماضي تواصل صنع الحدث على المستوى الإعلامي. الجدل هذه المرة صنعه الدولي السابق في منتخب الكاميرون محمد إدريسو، الذي اتهم صامويل إيتو رئيس اتحاد الكرة بشراء مباراة الإياب ضد المنتخب الجزائري ولعبت في مدينة البليدة وشهدت فوز الأسود بطريقة دراماتيكية 2-1 وتأهلهم للعرس العالمي. وظهر محمد إدريس في فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة وهو ينتقد خيارات مدرب الكاميرون ريغوبرت سون لقائمة اللاعبين المعنيين بخوض بطولة كأس العالم، حيث قال: هذه القائمة تم إعدادها وفقا لاعتبارات شخصية من صامويل إيتو. وأضاف محمد إدريس الذي لعب للمنتخب الكاميروني في 36 مباراة ودية: لولا تمريرة المدافع كارل نوغادو المبعد من القائمة لما تأهلنا، لكن دعك من هذا فنحن نعرف أن إيتو اشترى مباراة الإياب أمام الجزائر، ونعرف ماذا حدث في اللقاء. لقد تم شراء الفوز والتأهل لكأس العالم. ولم يحدد النجم السابق الطريقة التي استعان بها إيتو من أجل شراء لقاء العودة الحاسم الذي حرم منتخب الخضر من التأهل لنهائيات كأس العالم رغم نتيجة الذهاب. وصنعت هذه المباراة الكثير من الجدل في الأشهر السابقة، خاصة من الجانب الجزائري الذي وجه انتقادات لاذعة لحكم المباراة الغامبي باكاري بابا غاسامة واتهامه باتخاذ قرارات في صالح المنتخب الكاميروني.